هاخد بس مكالمة. معايا إبراهيم صلاح لاعب نادي الزمالك. ازيك يا إبراهيم؟ اهلا وسهلا. ازيك يا كابتن كريم؟ أخبارك؟ الحمد لله على السلامة وهارد لك الماتش اللي فات. الله يسلمك يا كابتن. إبراهيم، يعني بيقولوا لي في الإير بيس اللي أنت حزين جدا وزعلان وبعد استقبال الجماهير النهارده والهتافات والكلام اللي حصل النهارده. والله يا كابتن انا زعلان جدا جدا جدا، لان ما كنتش اتخيل ان الموضوع يتفهم كده او يتاخد بالمنظر اللي انا شفته. هو في لقطة كده 6 ثواني على الانترنت ان انت بتضحك بعد يا كابتن كريم هو بالعقل كده، هو الموقف اللي احنا كنا فيه ده كان يخلي حد ان هو يضحك؟ يعني الموقف لا طبعا، لا طبعا، ده كان يخلي في حاجه للضحك، والناس كتير قالت بتضحك على الفريق وبيضحك. انا كنت في الملعب وشايف العذاب اللي احنا كنا فيه وشايف الموقف الصعب اللي احنا فيه. ازاي اضحك على اللعيبه واضحك على الهزيمه واضحك الكلام اللي الكتير اللي بيتقال واتشتمت باهلي واتشتمت واتهزقت؟ يعني مش فاهم لحد دلوقتي ازاي كده، او حد ممكن يتخيل ان انا ممكن اضحك على الفرقه واضحك بالمنظر ده. اقسم بالله انا بحط ايدي كده من كتر الكلام اللي انا كنت بقوله احنا مش فاهمين، وانا كنت بقول كلام انا مش فاهمه. كان ممكن تعبير وش فاهم او اتاخد كده، او وش او اللقطه جت على وش ان انا بتاخد بس ازاي اضحك؟ ازاي يعني؟ اللي كان في الملعب يضحك. انا من كتر الشتيمه ما كنتش عارف انا بقول ايه، وجبني اشتراك جنبي نفس الكلام حاسس دي من كتر الكلام اللي بنقوله. ما كناش عارفين احنا بنقول ايه، كنا بنتكلم مش عارفين بنعمل ايه. بس الناس اصطادت موقف، نسوا بيه المباراه ونسوا بيه الموقف ونسوا كل حاجه كانت في الماتش وعرفناها ان هي قصه الموسم وشتيمه وكلام مش كويس بشوفه وبسمعه. انا مش فاهم اعمل ايه. انا قلت لا اطلع مع حضرتك اقعد والله العظيم والله العظيم. طيب الشهر الكريم اللي احنا فيه ده سيبك من موضوع الضحك ومش الضحك. اكيد انت لعيب كبير ولعيب دولي وبتحب ناديك وموجود مع الفرقه وزعلان وحزين من اللي بيحصل. ايه الاسباب يا ابراهيم من وجهه نظرك اللي بيحصل في نادي الزمالك الفتره الحاليه او الخسائر المتتاليه؟ والله يا كابتن مش عارف. احنا كنا في الماتشين اللي فاتوا، انا مش عايز اقول لك احنا الشوط الاول ده عملناه كويس، الثاني نستحق الهزيمه. يعني انا صريح معاك، الماتشين الاولانيين ما كناش نستحق فيهم الهزيمه خالص. كنا مركزين جدا ان احنا ممكن نلعب وان احنا نكسب، وعندنا امل لحد دلوقتي ان احنا ان شاء الله نصعد ونكمل. اللعيبه كانت بتلعب في ظروف صعبه، كل اللعيبه صعب، ما فيش 2 لعيبه اللي فاطرين مع اللعيبه الافارقه. يعني الوضع كان صعب جدا. ده غير كده كل ده اللعيبه كلها ونفسها تعمل حاجه. اقسم بالله اللعيبه كلها كان نفسها تعمل حاجه، وما في حد مقصر، وما في حد كان نفسه يتخاذل في حاجه، كان نفسنا نكسب ونعمل ماتش كويس. هي الظروف جت معانا كده. لكن انا كنت داخل مع حضرتك دلوقتي بتكلم عن الموقف اللي حصل بالنسبه لي والهجوم الشديد اللي انا شفته. والله العظيم اقسم بالله حق الشهر الكريم ده انا ما ضحكت ولا كان في نيتي اضحك خالص ولا كان في اي ضحك. انا كنت حاطط ايدي على كده، وممكن تعبير وشي طلع كده غصب عني او مش عارف هو طلع ده ايه، بس من كتر الحزن اللي كان جوايا ده اللي ظهر قدامي. بس اقسم بالله ولا ضحكت ولا كان في نيتي اضحك ولا كان في اي حاجه. بس اللي حبيت اقوله للناس عشان بس تفهم ان انا مش انا اللي هضحك على فريقي وهي خسرانه في الموقف الصعب اللي كنا فيه. بس طبعا يا ابراهيم اكيد. وشايف مستقبل الزمالك ازاي الفتره اللي جايه يا ابراهيم؟ هو الوضع صعب جدا يا كابتن، والامور كلها صعبه. اللعيبه كتير مش عارفين ان المدير الفني جاي جديد، مش عارفين مين اللي هيجي مين اللي هيعمل. احنا مش فاهمين حاجه ومش عارفين حاجه هتفرق معاكم كلاعيبه نادي الزمالك مين يتولى تدريب نادي الزمالك؟ هو في 2 مرشحين دلوقتي، كابتن حسام حسن وكابتن طارق يحيى، وكابتن طارق يحيى الاقرب. لا يا كابتن مش هتفرق قوي. اللعيبه هقول لك على حاجه، يعني حاجه كويسه حصلت. اللعيبه بعد الماتش وبعد نتيجه النادي الاهلي بتفكر وبتحسب اما نكسب ونعمل ونصعد ان شاء الله. يعني الامل لسه موجود، الامل لسه موجود. وانا شرحت امبارح الامل ازاي موجود بالنسبه لنادي الزمالك. لكن انتوا كلاعبين سامعين كلام ان في ناس رافضه كابتن حسام حسن من داخل الفريق وبعض. ما فيش، مش موضوع رفض يا كابتن. واحنا اكيد غصب عن اي لعيب هيشتغل مع اي مدير فني هيجي، حتى لو كان مين هيشتغل. ما فيش لعيب حاجه اسمها يرفض او يقبل، دي صعبه. وممكن احنا الناس عشان كان في كابتن حسام قبل كده موجود وكان في بعض المشاكل البسيطه، لكن اكيد ما فيش لعيبه يختار من مدير فني يجي او ما يجيش. هو بيشتغل مع اي حد هيكون موجود، لان الفتره اللي جايه دي محتاجه كل الناس دي تكون واقفه مع بعض، لعيبه وجهاز وكل حاجه. دي اهم حاجه الفتره اللي كابتن ابراهيم يوسف في تصريحاته بعد المباراه قال ان هو بيحمل لعيبه الزمالك الخساره او اللعيبه سبب الخساره بسبب موضوع الصيام يا ابراهيم. كابتن هو مش موضوع الصيام، هو اتحمل في الاول والاخر. انا بقول لحضرتك اللعيبه تحمل المباراه وتحمل الهزيمه ماشي. هو في لعيبه كتير صممت ان هي تلعب وهي صايمه، من 8 لعيبه في الملعب صايمين. فدي حاجه ان هم حسوا ان هم قادرين، او هم قادرين ان هم محضرين. الوحيد اللي كان فاطر حماده كان لظروف ان هو تعبان وما حماده طول يلعب هو يلعب وهو صايم.
قال ان انا هفطر فهو فطر، لكن بقيه اللعيبه كلها صممت تلعب وهي صايمه، قالوا ان احنا ان شاء الله نكون قادرين. ظروف الماتش مشت بالطريقه اللي احنا شفناها دي يا كابتن، كان غصب عن اي حد وغصب عن اللعيبه والله. طيب قول لي يعني بتقول ايه لجماهير نادي الزمالك بعد الموقف اللي انت تعرضت له النهارده، غير موضوع الضحك او عدم الضحك؟ انت يعني ما فيش حد اكيد بيضحك، لكن هي كانت من كتر الحزن او من كتر الزعل اللي انا عارف الواحد ساعات بيبقى انا ليا في نادي الزمالك، انا ما شفتش كده من الجمهور اللي احنا اتعودنا منهم ان هم دايما واقفين جنبنا. انا بتمنى كده وان شاء الله نعوضهم خير، وبس مش عايزين نوصل مرحله ان الثقه تضيع بين الجماهير واللعيبه. ربنا يسهل الفتره اللي جايه تكون الامور احسن، ونتمنى ان هم يكملوا اللي هم عودونا عليه. بس ابراهيم صرحت ان انت مش عايز تكمل في الزمالك في المطار خالص، ما اتكلمتش مع اي حد، انا مشيت على طول لان الوضع كان صعب في المطار، الناس بتشتم وكده، كان صعب ان انا اقف اصلا اتكلم مع حد، مش هكمل في الزمالك. انا قلت قبل كده كتير ان انا كنت بتمنى ان انا انهي حياتي في الزمالك، بس النهارده الهجوم اللي انا شفته والطريقه دي والشتيمه وكميه الحاجات اللي انا شفتها عليا دي ما تخيلش انها تيجي من جمهور الزمالك كده بصراحه. معلش يا ابراهيم، هارد لك، ويعني ان شاء الله بالتوفيق. وزي ما انت قلت وانا قلت امبارح وشرحت القصه بعد نتيجه ماتش الاهلي، لسه في امل. الزمالك عنده 3 ماتشات، لو قدر ياخد ال9 نقاط هيكون موجود في الدور قبل النهائي، وانا بقول الكلام ده على مسؤوليتي. لكن طبعا برضه عشان نبقى واقعيين مع الناس ومع الجماهير، الامور صعبه والظروف صعبه داخل نادي الزمالك، مشاكل كتير جدا. نتمنى يا رب الفتره اللي جايه، مش عارف ازاي، لكن المشاكل تختفي وتنتهي من نادي الزمالك. بشكرك يا ابراهيم والحمد لله على السلامه. بشكر ابراهيم صلاح نجم نادي الزمالك، والراجل كان حزين جدا من هجوم الجماهير على لعيبه نادي الزمالك في المطار النهارده. عايز اعرف بقى هم اهلاويه ولا زملكاويه؟